الشوط الأول شهدنا واحد من أجمل الأهداف، هدف رياض محرز، افتتاحية التسجيل ومن ثم وفرت أهداف من بعدها. هو المفروض ان الشوط الاول ينتهي 5-0. والله طماع، والله طماع. لا لو بالمر تعامل بشكل افضل لما كان واجهه تمررها الالفارس ثم معنا بعض الفرص وسجلت السيتي. لاحظ اكيد رياض محرز يمر بفتره اكثر من ايجابيه، ولذلك مع وضعه على دكه الاحتياط المباراه الماضيه هذا الهدف لا يسال عليه كيبه حتى. محرز صاحب مهاره فنيه عاليه وامكانياته كبيره حقيقه. مدى الدقه في التسديده، اكيد دقه قويه ورجل يسرى حقيقه مهاريه، ولاحظ دائما الكنترول وتسديدات الكرات الثابته. الان يحظى بثقه في النفس، وتكلم حقيقه جوارديولا على محرز في بدايه الموسم، قال على انه محرز سيعود الى مستواه، ولما يعود الى مستواه سيعود العطاء كما عودنا. الان محرز في مستوى عالي ويقدم في اضافه كبيره للسيتي. لاحظ يتغير الاسماء في السيتي، اليوم دخل بالمر، دخل العديد من الاسماء، لكن يبقى السيتي على نفس الاداء. الضغط، افتكاك الكوره في مناطق تشيلسي، محاوله اللعب باللمسه الواحده، التحرك بدون كوره، وهذا من ميزه السيتي مع كل الاسماء اللي تكون موجوده. لما نتكلم من الطرف الاخر على تشيلسي، لغايه الان نبحث على هويه لهذا الفريق. مباراة بعض الأحيان يقدم مباراة جيدة ثم ينزل المستوى، وهذا مشكل، لأنه هذا مشكل يتحمل مسؤوليته من المدرب. احنا نتكلم على الاسماء، تشيلسي يبقى يضم اسماء كبيره في صفوفه. هل كان من الممكن ان يظهر تشيلسي نديه اكثر في الشوط الاول؟ اكيد بدون شك. احنا نتكلم على 3-0 وكانت النتيجه قابله ان تذهب الى 4 و5 أهداف ل0. احنا نتكلم على تشيلسي، نتكلم على فريق ثاني، نتكلم على تشيلسي اللي في فتره وجزء فاز في فتره على ليست بعيده، فاز بالشامبيونز ليج تحت قياده توخل. اليوم نشاهد بهذه كأنه الفريق رمي المنديل في الشوط الاول. يعني نتكلم جازة العباره، وهذا نتكلم دائما، لا نتكلم على الفريق قادر ان ينهزم، لانه تشيلسي لما يلعب امام سيتي قادر ينهزم، لكن كيفيه مواجهه تشيلسي، الاسلوب، اذا لا يكون لديك مثلا الامكانيات ان تهاجم فلا بد ان تدافع بشكل جيد، لابد الخطوط ان تكون متقاربه، لابد ان لا تعطي فرصه لاحد الهدف. سهوله محرز الكونترول والتمرير الى ووكر الى فودن، هذا غير مسموح في هذا الليفل العالي، غير مسموح ان تقوم بالكنترول وياتي الظهير الايمن يقوم بالتفوق العددي ويمرر ويجد المساحه ويعطي الاسيست. لا، هذا اسلوب وبكل اريحيه سيء للغايه بالنسبه للفريق، وهذا يتحمل مسؤوليته المدرب. بعض الاحيان فيه اجتهاد من اللاعب، كما نتكلم على محرز، كره ثابته في مستوى عالي، هذا لا يلام فيها لا الفريق ولا الحارس مرمى. لكن الهدف الذي سجل، الهدف الثالث وركله الجزاء، يتحمل مسؤوليه المدافع، والهدف الثالث يتحمل مسؤوليه الاداء الجماعي للفريق. نتمنى ان يتحسن فريق تشيلسي الشوط. هناك اجتهاد فردي، ولكن ايضا هناك اجتهاد جماعي، عندما نرى بان نسبه الاستحواذ تخطتها 61%، ولكن الضغط العالي الذي طبقه نادي السيتي من اول دقيقه الى نهايه الشوط الاول ايضا امر يدرس. طبعا هذا عمل كبير جدا من جوارديولا، يعمل مع المجموعه كلها، ليس فقط 11 لاعب، انما مع المجموعه كلها المتاحه بالنسبه له. اليوم لما نشوف الفريق في الاستحواذ، وهذا الاسلوب الذي يطبقه السيتي في عالم كره القدم بالنسبه له، قد يكون الفريق يدافع ب10 لاعبين والكل خلف الكره. بالنسبه لتشيلسي اختار المنطقه في وسط الملعب، عمليه الافتكاك، لكن الانتشار الجيد والسهوله في الوصول وعدم الضغط الفردي بالنسبه لفريق تشيلسي ضغط سلبي. يعني ظهور هافرتز، ظهور ايضا ماونت في منطقه، الصبر على الهجمه، العوده الى الحارس في اكثر من مره، طبعا استخدام الحارس، وهذا وارد. هذا طبعا فكر جوارديولا دائما يشرك ال11 لاعب في عمليه الاستحواذ، حتى حارس المرمى، التحرك في المساحه، النظر الى المساحه الموجوده، النظر الى اي خطا ممكن ان يقع فيه دفاع فريق تشيلسي، وبالتالي استغلاله. هذا اسلوب اللي اصعب في عالم كره القدم، انك تستحوذ وتبقي الكره اطول وقت ممكن بين اقدام اللاعبين، ونهايه هذا الاستحواذ مثل ما حصل، يا فرصه خطره، يا تسجيل هدف، يا تسبب ركله جزاء، المهم تنهي الاستحواذ بنتيجه ايجابيه بالنسبه للفريق. هل كان هدف فودن رصاصه الرحمه في هذه المواجهه، ام ترى هناك عوده لتشيلسي في الشوط الثاني؟ لا، عودة صعب، يعني 3-0 يمكن يسجل، اكيد تشيلسي قادر انه يسجل لو يتحسن هذا الفريق، لكن ان يعود من نرى صعب. انا ارى انه السيتي لو يستمر على هذا المستوى قادر انه يضيف اهداف، خاصة الاشكال الموجود على مستوى الدفاع وسط الميدان، بطء في التحضير، بطء في الخروج بكرة، مساحات موجودة بالجملة بالنسبة للسيتي. والسيتي يحبذ نوعية المباريات مثل هذه، لما تعطيه ويكون الضغط نوعا ما سلبي، ويكون الفريق المواجه امامه يعطيه المساحات، فهو من امهر الفرق على مستوى العالم
على استغلال هذه المساحات والتمرير بسرعه في المساحات. لاحظ هذا الهدف، محرز تمريره لووكر، يعني هدف تدريب، هذا هدف حتى في التدريب أن يلام الفريق الخصم لما يلعب في التدريب بمعنى أن تسجل أهداف مثل هذا. يعني نلاحظ أنه أخطاء بجملة خطأ وراء خطأ بالنسبة لفريق تشيلسي. وأنا كنت أتوقع من بعد مباراة الدوري الأخيرة وهزيمته بهدف ل0 أن نشاهد ندية ونشاهد، حتى لو نتكلم على التغييرات، نتكلم عن التغييرات التي طرت على الفريق. يعني نتكلموا على فريق المفروض انه لاعبين دكة احتياط، لما نتكلموا على جاليجر، نتكلموا على لاعب الارتكاز كوفاسيتش انه لم يكونوا جاهزين في المباراه. المفروض ان يقدموا اضافه للفريق وان تكون هنالك سرعه. ماونت كذلك كان من المفروض ان تشهد الاضافه المطلوبه مع تشيلسي. زياش كذلك، انا اتكلم على زياش وانا من محبين زياش لما كان في اياكس، وزياش من لاعبين التالنت، من اللاعبين الذين لديهم امكانيات كبيره. لكن لماذا شاهدنا زياش في كاس العالم يقاتل على كل كره؟ لماذا اليوم؟ وانا لا اريد دائما ان القي باللوم على المدرب. المدرب يعطيك فرصه، يعطيك فرصه حتى وان المدرب عنده فكره سلبيه، بمعنى انه زياش لا يستحق مثلا تشيلسي، لكن الان تمنح الفرصه، انت تمنح الفرصه. كان موجود في المباراه الماضيه وقام بتغييره، والان تمنح فرصه كان تكون هل ترى بان اسلوب اللاعب يخدم زياش في الشوط الاول او خدم زياش في الشوط الاول؟ لاحظ لما تكون على دكه الاحتياط انت مطالب ان تقاتل على كل كوره، مطالب ان تظهر نفسك امام هذا المدرب. انت لست مثلا اليوم نتكلم على كيف ولم يخطئ وكوليبالي. فانا هذا رايي على كل لاعب يريد اظهار نفسه، هذا يضعف من موقف زياش في المستقبل. لكن تشيلسي كان كله خارج الموضوع، يعني كله خارج الموضوع في الشوط الاول. اتمنى نشاهد ردة فعل الشوط. ما هو مطلوب من السيتي شيء كبير او تشيلسي شيء كبير في الشوط الثاني، عندما نتحدث بان الشوط الاول لم يسدد اي تسديده على المرمى. دينيس زكريا سيدخل محل من ترشح؟ انا اشوف تغييرين، يعني تغييرين ممكن جاليجر، ممكن تغييرين في تشيلسي. انقاذ ما يمكن انقاذه، شوط وفوفانا. نعم، شوط بالنسبه لتشيلسي مهم في العوده، مهم في التركيز، مهم في الخروج على الاقل، حتى وان كان لم يستطيع تسجيل 3 أهداف، على الاقل يظهر شوط مغاير مختلف، ردة فعل. ابحث عن كبريائك في مباراة، ابحث عن عودة في المباراة. ما يصير خلال 5-6 أيام السيتي يعني يتغلب عليكم في دوري وكاس وما سجلت هدف عليهم. نعم، إذن دعونا نستعرض شأن القمة التي انتهت نصفها فقط. بهذا النصف ينهي السيتي على تشيلسي بثلاثية مستحقة، ثلاثية جميلة استمتعنا بها، ونتيجة شوط أول كارثية لتشيلسي، كارثية لبوتر، كارثية أيضا للمستثمرين والملاك أن يشاهدوا فريق تشيلسي حتى بالصف الثاني، حتى في تغييرات، حتى هناك في لاعبين شباب، حتى وإن كان هناك في عدم توازن بالفريق، لكن لم يظهر الفريق أي جانب إيجابي في الشوط الأول نهائيا بتاتا. بداية في الكرة الثابتة من محرز، اللاعب اللي بوجهة نظري هو الأفضل، هو المتطور، هو اللي يستحق أن يكون متواجد بصورة كبيرة جدا. تصرف ما في أي تبرير لهافرز بنفس الكرة باليد، ومن ثم الفاريز تسجيل الهدف من ركلة جزاء. بعد الركلة الجزاء الفريق أصبح هناك في مشاكل كثيرة جدا، لا يوجد أي نظام، نسميها انهيار، لا يوجد أي تحفظ في الجانب الدفاعي، مشاكل بالجانب الدفاعي، هناك في مساحات كبيرة جدا. استطاع الفريق يسجل هدف بسهولة. تدري وين المشكلة؟ المشكلة أن ممكن أن تسجل، وهذا وارد في عالم كرة القدم، لكن أن تسجل بهذه الطريقة، أن يسجل على تشيلسي بهذه الطريقة، هناك مشكلة كبيرة جدا. أن الفريق لا يمتلك شخصية ولا يمتلك مقومات الفريق اللي بإمكانه أن ينافس حتى وإن كان بالفريق الثاني. أنا أتكلم عن فريق مثل تشيلسي، ما أتكلم عن فريق في آخر الجدول أو في الشامبيونشيب. رائع تمركز محرز، دائما الطلب منه يكون بعيد عن منطقة الزحمة في عمق الملعب، واستلام الكرة في وضع مريح على الأطراف لكي يوسع المساحات للقادم من الخلف. وولكر والمساندة الهجومية كانت ممتازة جدا. هذا العمل اللي يقوم فيه يعني فريق سيتي وتحديدا محرز، دائما ان فتح المساحه متى ما كان الفريق متمركز في عمق الملعب، لا تاتي الى الزحمه، ابحث عن المنطقه التي بامكانك ان تعمل الفارق فيها. هذا السيتي تغيرت الاسماء،
لاعبين احتياط، أسلوب اللعب واضح. لاعبين ما هم موجودين باستمرار، يبقى السيتي بنفس ما هو عليه. لكن في المقابل هناك كارثة كروية في تشيلسي. أنا أتفهم هناك في تغييرات، أتفهم هناك في لاعبين شباب، أتفهم هناك في إضافة لاعبين من دكة الاحتياط، لكن ما يظهر بهالصورة. هذا تشيلسي لا يظهر بهذا السوء ويظهر بهذا الضعف. مشكلة كبيرة جدا. قد يتساءل بعض، قد يكون ممكن أن السيتي، قوة السيتي هي من أظهرت تشيلسي بهذا الشيء. لا، لأن تشيلسي لم يكن ند للسيتي في الشوط الأول. نعم. في